السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العربية اللي مضايق الاتش دي جاية فيها مشكلة في الفتيس، المرشدين بيرزع. فبعد إذن حضراتكم هنحل الزيت، وبعد إذن حبايبنا يعملوا إعجاب والاشتراك ويعلقوا لنا. هنحل الكارتير طبعا عشان ننضف البادي بلف ونغير زيت وفلتر، لأن العربية دي بتلزق في الغيار في المرشدين، وسحبها قليل وخلي العربية تاكل بنزين. وطبعا دي بتأثر على أكل البنزين برضو، غيبان الفتيس في المشي. يلا أيمن حل يلا. هنبدأ نحل الطب، ننزل الزيت اهوت ونوريكم كل حاجة على الطبيعة. نص الزيت نزل عامل ازاي، الزيت عامل ازاي طينة اهو. نص الزيت مية يعتبر عليه جاز، نص الزيت طينة اهو. بص الزيت نزل عامل ازاي. هو لسه مغير قريب. وانا ايه يا عم، الزيت ده بايظ، الزيت ده حاطط زيت موبل. عاوز زيت نص موتور. جاب لها زيت الاصل. بص كده منظر الزيت عامل ازاي، لكن زيت موتور. منظر الزيت عامل ازاي. يكون ده تأثير المرة الأولانية اللي حطوا فيها. لا هو ما نضفش الكارتير، لان الكرطبة هنا مرشحة اهيت. ما هو الكارتير ده لو اتحل ما كانش يرشح كل ده هنا، ما فكش ما يعني. حلش الكارتير. بعدين زيت موبل ما يمشيش مع الفتيس ده، يعدمه. الزيت نزل على كأنه عليه جاز بالظبط، بيعمل تفويت مع حضرتك. هنبدأ نحل الكارتير اهوت. بس بص يا معلم باين ان هو يعني شوية. لا تحت الدنيا الرواسب بقى، الرواسب عاملة ازاي. خلاص روح. هنبدأ نحل الكارتير اهوت. طبعا غيبان الفتيس دوت يخلي العربية تاكل بنزين في المشي، ويسمع طرقعة تنتيش. طبعا احنا بنحل الكارتير وبننضف البادي بلف وبنغير المصفى بتاعتها، بنجيب لها مصفى اصليه وبتركب عشان الشفط الترمبه تبقى قادره تشفط، لان المصفى لو مكتومه ترمبه الزيت ما بتشفطش بسهوله. استنونا بقى لما ننزل ونيجي نحل المصفى هنوريها لكم على الطبيعه. ننزل في الكارتير اهوت، خلي بالك. طبعا حلينا اهوت. يلا خير، معلش هنحل بقى المصفى وهنوريكم طبعا الزيت اللي هيخر. لو المصفى مكتومه الزيت هينزل من البادي بألف اهو. يا محمد، والحمد لله والله في نعمة حمام، ربنا يبارك. طيب اديني ربعايه، طيب معلش ربعايه بالظبط، ربع ساعه بالظبط واكلمك تاني. حاضر، انا اللي هرن عليك. ماشي يا باشا، اتفضل يا محمد، اتفضل يا باشا، مع السلامه. ننزل يا باشا يلا. بص يا باشا، المصفى لو سالكه بقى تنزل الزيت اللي نزل من فوق ده كده، المصفى مكتومه. ننزل يا باشا، شفت الزيت نزل قد ايه من فوق. دي لو مكتوب، لو سالكه، الله ينور عليك. دي لو سالكه وري له ايمن الابيض ده لو سالك المفروض الزيت دوت مقفوله، خلي بالك المصفى نفسها مقفوله من هنا. الكارتيرة ده اتحل قبل كده ومغمضصات متشالة منه. الممصات مش شالها، شوفها مش راكبه هنا. طب يلا يلا هات عمر بنزين واغسل. هنغسل البادي بلف دوت وننضفه، وبعد كده هنخش بالمصفى الجديده وننزل بنحط زيت بقى الزيت الاصلي بتاع الهونداي. استنونا لما نغسل ونوريكم الغسيل بتاعها. الجديد اهوت، فلتر زيت اصلي. طبعا دوت لما بيكون مكتوم الزيت ما بيشفطش بسهوله، البادي بلف ما بيشفطش الزيت بسهوله. الفلتر بتاعها مرمى على الارض اهو. حد على السيليكون، حد جاهز كارتير، يلا بسرعه كده. نربط المصفى الجديده. قفل. اهم حاجه تخلي بالكم من الشفه دي تبقى مقدمه في البادي بلف عشان ما تعملش تهريب. نعوز كارتير سيليكون ونخش بيه.
وصلنا سيليكون للكارتير اهوت، هنخش بيه. طبعا الغلوات دي طبعا اللي عنده حاجه بيبقى خلاص بقى. وصلنا سيليكون للكارتير وبنخش بيه اهو. بيبقى العشرة مع حد. هذا بيبي. تعال العربية. شبط الكارتير اهوت. هنربط الكارتير وهنوريكم بقى ايه الزيت، واحنا بنحط الزيت الاصلي بتاع الهونداي. فتحنا الزيت الاصلي اهو بتاع الهونداي. طبعا ما ينفعش تحط زيت موبيل للعربيات ديت يا جماعه، عشان الزيت ده اصلا بيعمل تفويت لما بيسخن. ده زيت الهونداي الاصلي. بالراحه يا محمد. افتح الله ايمن يلا. الزيت بتاعها كان نازل طين خالص لان كان حاطط زيت موبيل، وزيت الموبيل ده ما بيمشيش مع العربيات دي. طبعا غيرنا الفلتر، فالعربيه بتاخد 4 كيلو. لو من غير الفلتر بتاخد 2.5 أو 3 يعتبر، عشان الفلتر ما بتحلش، الكارتريه ما بتحلش، فبتبقى فيه كيلو. ده أول كيلو حطيناه. ادي التاني 3 4 هم، وادي الرابع فيه ده اهو. ادي التانية فديت، ودي التالتة داخلين بيها اهي. ندور العربية وناخد المقاس بتاع الزيت ونوريكم التجربة بتاعتنا. العربية اهوت هنجيب مرشدين وهننزل نقيس الزيت. كده العربية خدت مرشدين، هننزل نقيس الزيت بقى تحت. كده مدين مرشدين اهوت هنقيس الزيت. ادي الزيت على العلام بالظبط اهو، ال4 شرط اهم. هنمسح، نخش بالمقاس تاني ونطلع بيه. كده المقاس اهو بالظبط، ال4 شرط اهمت على العلام بالظبط. لف المقاس اهو كده، الزيت على المقاس بالظبط اهو. ماشي يلا يا عم خش نضف بقى الحوض ده ايمن يلا. استنونا بقى في التجربة. خلينا نجرب العربية الهونداي اهو. العربية بتاكل في الاسفلت في دوسة البنزين اهو. بسم الله ما شاء الله، العربية دوسة 100 اهي. تبقى العربية بسم الله ما شاء الله في الغيارات اهي، بتنقل سريع تاني اهو. العربية بتجيب 100 في تشعيرة بنزين. طبعا الطريق مش مساعدنا. انا فاتح اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل الجماعة المتابعين لصفحة الاسطى ياسر، بسم الله ما شاء الله يا جماعة. المركز الدولي قمة في الاحترام، الاستقبال، الشغل 10/10، منتهى الضمير والإتقان. العربية فرقت معايا 180 درجة، مش بسم الله ما شاء الله. الفتيس كان فيه رجة على المارشدير، وكان على الغيار الثاني فيه كده نتشة، وكانت المشكلة في نوعية الزيت والفلتر بتاع الفتيس. والموضوع اتغير تماما 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 يا جماعة. المركز طريق ابو حماد، هو في الزقازيق اول طريق ابو حماد بعد البوابة على طول، وانت جاي من الزراعة او على يمينك بعد البوابة على طول. وانا بشكر الاسطى ياسر، ويعني اتمنى ان الجميع، يعني انا عن نفسي يعني بصراحة المعاملة وطريقة واسلوب وشغل 10/10. بالتوفيق ليك يا استاذ ياسر ان شاء الله على طول باذن الله. ربنا يبارك لك. معلش